التراك العريان شكون ما يحبوش. جبت لكم لاغوست اللي معتمدينها من سنوات مع حشو معسل. واش نحكي لكم؟ المقادير اللي حنمد لكم يخرج لكم 29 حبه سوا. نحتاجو 500 غرام فرينه كنت كيلتها 3 كيلات، زدت لها نص كيلو سكر غلاس، لافاني، قرصه ملح، ومن بعد زدت لها كيلو سمن، بسستها مليح وضفت لها حبه بيض ونبداو نطموها بالمزهر. هنا العجينه تاعنا لازم تولي لنا ليس، وكي نشكلو كره ونضغطوا عليها ما يكونوا فيها حتى تشققات. وزنت لهم 30 غرام وخليتهم يرتاحوا. الحشو عندنا لوز ولا كاوكاو اللي يكون مرحي رقيق. انا استعملت هنا 250 غرام، كيلته 3 كيلات، ضفت لها كيلو سكر، صفر بيضه، وندوبوا هذاك السكر بالمزهر ومن بعد نخلطوهم. نضيفوا المزهر حتى تولي لنا لافخس تاعنا طريه، المهم ماشي جاريه سينو تخرج لكم من بعد كي طيبوه. ضيفوا مغرف زبده وخليوه بجيه. بالنسبه لطريقه التشكيل انا نحب نشكلو مربع نرققو مليح ونطولوه، ومن بعد ندير لافخس تاعي اللي كنت وزنتها بوزن 14 غرام سوا. هي نورمالمون 15 غرام، انا كي نقصت السكر في لافخس اللي جاتني شويه ناقصه. نروليوها ونغلقوها مليح، ومن بعد هنا باش يجيونا كامل كيف نحكمو حبه نطولوها ونشكلوها كي تعجبنا نخليوها كوم موديل، معناتها الحبات الاخرين نقيسوهم كامل عليها ومن بعد نشكلو كامل في الاخر هكذا باش تسهل عليكم الخدمه. نحتاجو حبه بيض اللي نزيدو لها لافاني نغطسوهم فيها، ومن بعد نغطسوهم سوا في اللوز ايفيلي ولا يكون هكا مرحي خشين. انايا كنت رحيت 500 غرام على مره رقيق درتو في لافخس، والخشين خليته هنايا. ندخلوه يطيب على فرن مسخن على 180 درجه ويكون جاهز. ما بقى عليا غير نقول لكم تلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.